مساء النور، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال كالعاده. جيتكم بوصفه تقليديه بنينه وعدتكم بها من قبل، حطيتها لكم ستوري نورمالمون راه ما شفيت ليسونسيال، حطيتها لكم من قبل كنت قريبا نحطوا الوصفه، وصفه المشلوش القسنطيني. نبداو بالعجينه. العجينه هي دقيق سميد رطب، يعني من نوع المليح. انا هنايا ماشي اشهر، درت كنزه تاع هذاك تاع كيلو اللي يتباع بلي باكي في لي سوبيرات، وكاينين بزاف لي مارك ملاح. حطيت له شويه ملح وبليتها بالماء عادي، الماء ما سخون ما بارد، الماء عادي. بليت العجينه كما راكم تشوفوا. والدقيق كل ما يكون الدقيق مليح كل ما تجيك مليحه، وهي من الاحسن تكون دقيق رطب. العجينه هذه تاع المحجوبه، نفس عجينه المحجوبه، هي نفسها عجينه تختوخه البساكره، نفسها عجينه في الغرب يقول لها رقاق، احنا في قسنطينه نقول لها تريده الطاجين، يعني تاع السمنيات، تاع هذوك السمنيات ولا المسمن اللي يشربوا به القهوه. نفس العجينه. شوفوا البنات، هذه حاجه مليحه. كي تبلي العجينه تاعك حكمي ساشي ولا كما انا الطريف هذا تاع النيلون هذا، سرتو بالماء مليح وعاودت غطيت به العجينه وخليتها حتى نكملت خدمتي. درتها هي الاولى، رحت فرست الدار، غسلت الماعن، سجيت الغدا منهي، ومن بعد باش وليت لها، من بعد كي وليت لها لقيتها هذيك الحبات الدقيق هذيك طلقت روحها، يعني تجيني سهله العجين. انا ما حبيتش نعجن في البيت، حبيت نعجنها معاكم. شوفوا كيفاش نعجنوا كي تتعجن مليح نبداو نسقيو بالماء، وكل ما تكون معجونه مليح ما تدي لكمش الماء بزاف، يعني مع الدقيق مليح جاتني ما شاء الله. شوفوا الله يبارك في يدي ما شاء الله. قلت لكم كل ما تكون معجونه مليح ما تدي لكمش الماء بزاف. شوفوا كي عاد معجونه زي ما شاء الله يبارك، تعود دير هذوك النبابل هذوك اليبول هذوك. من بعد ما تعجنتها مليح وسقيتها مليح نلوزوها هكذا قريصات صغيرين. قلت كي نفس الطريقه تاع المحجوبه، نفس الطريقه تاع السمنيات، نفس الطريقه تاع تريده الطاجين، نفسها في كلش. من بعد الشكل يتبدل في تقطع وفي الذوق. ومن بعد حطيت الطاجين تاعي من جهه على نار الليله يطيب، وبديت نحل في التريده تاعي. والله المشلوش تاعي شوفوا تحل رقيق، لازم يتحل رقيق ويطيب صفر، ما نحمروهاش. تريده تختوخه الطاجين، تختوخه البساكره ولا تريده الطاجين كنطيبوها بلا صوص حمراء، نحمروها شويه في الطياب. مي هذا المشلوش نطيبوه صفر برك، نصفروا هذيك العجينه تكون طايبه مي ماشي محمره، صفره. بعد ما كملت العجينه كما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش طاب الصفر. درك نكمل نخليكم مع الفيديو كيفاش نقطعوا، لازم نقطعوه رقيق وشا هي طيبه. ومازال الفيديو ما خلاصش، نكملوا مع طريقه التحضير كيفاش يتكلم شلوش تاعنا. من وحش الأحباب صرت حيران، واليوم غابوا عليا. من وحش الأحباب صرت حيران، واليوم غابوا عليا. نبعت سلامي لغصن البن، محبوبي يبعث لي بريان، نقراها من قسنطينة، نقراها من قسنطينة ونعود فرحان. نقراها من قسنطينة ونعود فرحان، ونعيد لكم من قطر مجرى بيا، ونعيد لكم من قطر مجرى بيا.
كيما راكم تشوفوا الحباب كيفاش جا مورق وجا خفيف، جا ما شاء الله. لازم نحلو العجينه مليح، ولازم تكون نوعيه السميد مليح. من بعد ما طيبته وخليته برد، واش نوجدو المشلوش تاعنا اللي كنا طيبناه وقصيناه. الله يبارك، شوفوا الورقه ترونسبارون. عندنا الجوز مكسر، عندنا زبده، عندنا عسل، وعندنا ما ورد. هو من الاحسن بكري كانوا يديروه بالزبده تاع البقرات، درك كاين اللي يحب ياكلها بزبده البقرات، كاين اللي ما ياكلش بزبده البقرات عادي. نحكموا نفوروا هذاك المشلوش تاعنا فوره واحده، هو يفور، ومن جهه واش نديرو ندوب هذيك الزبده على النار. من بعد ما فورته نفرغه في غيسيبيون ولا قصعه، ونصبوا على هذيك الزبده يذوبناها. نحطوا العسل، بكري كان يتخدم بالزبده تاع البقرات والعسل تاع الحر. الله الله يا زمان. كما راكم تشوفوا نحكم هذاك الجوز يتخدم غير بالجوز، الجوز اللي كسرته بيديا مدشش كما راكم تشوفوا. نحط له نصايب تاع جوز، ونحكم هذاك الزبده نحط لها العسل، نحط لها الماورد، ونخلط المقادير مع بعضهم. شوفوا الله يبارك لهذاك اللون. وهنايا ريحه الورد واش نقول لكم، وريحه الورد راس القطار. من الاحسن يكون ورد مقطر راس القطار. من بعد ما خلطوا مع بعضها مليح، نزيد هذيك الصبه هذيك تاع الورد لا راهي ريحتها تفحفح. الله يبارك. والديكور نزيد نديكوريه بلا سكر كلاسي. والجوز كما راكم تشوفوا وشهية طيبة في وصفة جديدة والله تقليدية اللي كتب ربي. وفيديو آخر إن شاء الله. سلام الأحباب. بلا ما ننسى المشلوش تاعنا لازم يكون باللبن، لازم نجوزوه باللبن. سلام الأحباب، في فيديو آخر إن شاء الله. وعاد بتي قلبي فنيت كترات هوالي، طاول الليل ينبات كيف المجروح العواطف، طولي ليل ينبات كيف المجروح عاطب. صرت توضع شنت ودبال حالي، يا سبغ الشفار والرمك والحوا وجب، يا سبغ الشفار والرمك والحواجب.